السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله نشرح طريقه مبسطه لتركيب رخامه المطبخ في ثلاث زوايا. اما يبقى رخامه المطبخ جايه معاك من الجدار للجدار، هتتصرف فيها ازاي بطريقه سهله جدا يعني. انا طبعا هنا كان في حوض ستانلس راكب، حوض ستانلس القديم، فشلناه وفتحنا طبعا مكان الرخامه. وفي الجناب احنا عملنا هنا بحركة جميلة جدا بقى، فتحنا مكان زاوية حديد بنفتح لها في الجدار 10 سنتي في الطويل، وبتركب 3 سنتي في الجنب. دي زاوية حديد 6 سنتي زي ما انتوا شايفين كده، العرض بتاعها 6 في 6. تمام. فديت بتبقى أسهل معاك إنك تفحر في الجناب. وطبعا عشان تفحر في الجناب بتبقى عايز مسافة أعلى، يعني ممكن تغوط 7 سنتي، ولا قدر الله ممكن الرخامة تنكسر وانت بتركبها. دي طريقة سهلة جدا بقى. يعني انت حطينا الزاويتين زي ما انتوا شايفين كده، والرخامة بتخش زي الدرج، تخش في الفتحة اللي احنا فاتحينها وتبقى راقدة على الزاويتين الحديد. ودلوقتي احنا بنرش مية مكان العفرة بتاعة الصاروخ، عشان برضك مبقاش فيه تراب ولا حاجة يعمل عازي. ودلوقتي شفت الرخامة اهي ركبت، اسود جالاكسي طبعا زي ما انتوا شايفين، رقة جميلة ومية مية، ولا لو حتى طلعت وقفت عليها ولا تتأثر معاك بأي حاجة. وطبعا الضفيرة اللي معمولة دي بتخلي شكل الرخامة جميلة جدا مع حاجز المية. يعني احنا عاملين الضفيرة دي مع حاجز المية 2 في 1 يعني. شكلها جميل جدا جدا جدا. ويا ريت تتابعونا وتعملوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو عشان غيرك يستفيد. وما تنسوش في التعليق كده تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.